كتاب ممكن يثير الجدل. Think and Grow Rich. فكر تصبح غنيا. بالبساطة دي يا عم نابليون، بالبساطة دي. مين عم نابليون بقى؟ ده نابليون هيل، مؤلف الكتاب. قصة بدأ منها الكتاب، قصة نابليون هيل لما قابل أندرو كارنيجي، واحد من أغنى رجال العالم في وقته. الكتاب ده على فكرة اتكتب من حوالي 80 سنة. كارنيجي قال له لو قدرت تكتشف سر النجاح اللي مش مكتوب في أي كتاب وتجمعه وتعلمه للناس هتبقى عملت أعظم خدمة في التاريخ. وهيل خدها من قصرها أو مسكتش وقال لازم أعمل كده. قعد 20 سنة يقابل أنجح الناس ويراقبهم ويشوفهم بيفكروا ازاي وبياخدوا قرارات ازاي، والنتيجة كل الناجحين بيفكروا بنفس الطريقة، ومع الأسف كل اللي مش ناجحين برضه بيفكروا بنفس الطريقة. يمكن الكتاب مش عايز يشجعك انك تشتغل اكتر وتقعد تاخد 24 ساعة شغل ولا تاخد شغلات اكتر. الكتاب بيقول لك طريقة تفكيرك هي اللي بتحدد دخلك ومستواك وحياتك كلها. ايه مبادئ الكتاب او ايه اهم مبادئه؟ اول حاجة الرغبة. دي مش امنية نفسي ابقى غني او يا رب الحال يتحسن، دي مجرد اماني. لكن الرغبة الحقيقية محددة. الرغبة الحقيقية قال الكاتب إنها ملحة، بتخليك ما تعرفش تستسلم. نابليون هيل بيقول نقطة البداية لكل ثروة عظيمة هي رغبة عارمة. مثال، اتنين مفلسين، واحد مستني ظروفه تتحسن وواحد قرر إنه لازم أطلع من هنا مهما حصل. مين فيهم هيكمل؟ أكيد اللي مستسلم مش هيكمل. تاني نقطة الإيمان. الإيمان هنا مش شعور، ده حالة ذهنية بتتملكك كلك. لو انت من جواك بتقول انا مش هنجح، السوق صعب، البلد صعب، الظروف كذا، عقلك هيشتغل ضدك. الايمان بتاعك هو اللي هيتحول ليقين. تاني حاجة، كتاب بيقولك فكرة الإيحاء الذاتي. يعني ايه يا عم الإيحاء الذاتي دوت؟ بيقولك ان اخطر فكرة هي عقلك الباطن. عقلك الباطن لا بيفهم الهزار ولا بيميز صح من غلط، بياخد اللي بتقوله حرفيا يا عيني وبيصدقه. لو كل يوم قلت مفيش فايدة أنا فاشل كله بالواسطة، عقلك هيوافق ويقول آمين على الكلام دوت. رابع عنوان أو رابع مبدأ، المعرفة المتخصصة. Specialized knowledge. إيه يا عم بقى المعرفة المتخصصة ديت؟ الكتاب بيكسر أسطورة. بتقول إيه يا عم الأسطورة دي؟ كل ما تتعلم أكتر تبقى أغنى. يقول لك الكلام ده غلط. طب إيه الصح؟ بيقول لك اعرف حاجة، استخدمها، حولها لقيمة. هو عايز يقول لك يعني ما تحاولش تبقى صاحب 7 صنايع، خليك مع صنعة واحدة وركز فيها. خامس مبدأ الخيال. كل الثروة في العالم كانت فكرة، كانت حلم في دماغ شخص معين قبل ما تتحول لواقع. شوف ايلون ماسك وأحلامه ازاي عرف يحولها لواقع. نابليون بيقول لك الخيال هو ورشة تصنيع الثروة. سادس عنوان معانا التخطيط المنظم. رغبة زائد إيمان من غير خطة تساوي أحلام يقظة. الخطة صحيح ممكن تفشل، ممكن تعدلها، بس لازم تبدأ. عارف ايه اوحش خطة في الدنيا دي كلها؟ ان ما يكونش عندك خطة من الاساس. سابع نقطة القرار. الناجحين بيقرروا بسرعة وبيثبتوا على قرارهم. الفاشلين دايما بيكونوا مترددين مستنيين رأي الناس. هل لاحظ التردد هو القاتل الصامت للفرص. تامن نقطة دي بحبها عن نفسي جدا، المثابرة persistence. دي النقطة اللي بتوقع 90% من الناس. أول فشل يعني انسحاب، أول مشكلة ييأس ما يكملش. النجاح غالبا بيبقى على بعد خطوة واحدة بعد آخر إحباط. تخيل، تخيل. النقطة التاسعة قوة العقل الجمعي. محدش ناجح لوحده، انت بتنجح مع المجموعة. المجموعة دي بتفكر معاك، بتدعمك، بتكمل بعض. قوة غير طبيعية. خلي بالك من أصحابك، ممكن يرفعوك أو ممكن يعطلوك. الدماغ محطة إرسال واستقبال. الناس بتتأثر ببعض، بكلامهم، بطريقة تفكيرهم، بطاقتهم. متفائلين ولا متشائمين. عشان كده غير دايرتك تتغير حياتك. الحاسة السادسة على فكرة مش سحر، دي نتيجة خبرة ووعي وتركيز. بيخليك تحس بالفرص حتى قبل ما تظهر. الخلاصة العميقة، الغني يبدأ من الداخل. الواقع انعكاس لأفكارك. لو ما تغيرش تفكيرك مش هيتغير دخلك. عايز أسألك، ايه هي رغبتك الحقيقية؟ هل انت مؤمن فعلا بيها ولا لا؟ انا عارف انك زمانك دلوقتي بتفكر زي وتقول الكتاب ده بيفكرني بعبد المنعم مدبولي لما كان عامل دكتور بيقول قول ورايا للمريض انا مش قصير أزعة، انا طويل واهبل. هل الموضوع ده هيجيب نتيجة؟ فكر معايا وقول لي، انا مش عارف.
وهل واحد زي ايلون ماسك بدأ الموضوع ان كان عنده مثلا، يعني عايز اقول لك البيض الاول ولا الفرخه؟ هل انت لو عندك الفكره اللي هي البيضه هتنتج الفرخه، ولا العكس؟ انت عشان شفت حاجات كتيره في حياتك بتؤهلك للنجاح ومشجعك على النجاح فانت اخترت تنجح؟ ده سؤال مهم.